اليوم حشارككم طريقة تحضير المعجنات المفضلة عندي. حساوي السمبوسك بالفرن. أنا بصراحة بحبها بالفرن أكتر من القلي بكتير وبحسها صحية أكتر كمان. طبعا عجينة السمبوسك يلي بالفرن مختلفة عن السمبوسك يلي بتنقلى قلي. شوفوا كيف أنا بحضرها، بتطلع قطنية آخر شي وبتاخد العقل. شوفوا العجينة عن جد ولا أروع من هيك. أول شي بدنا نحضر خليط الخميرة، كوبين من الطحين، عليهم ملعقة طعام من الخميرة الفورية، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة صغيرة من الملح، وثلاث ملاعق طعام من السكر. رح حركهم مع بعض وحضيف كمان كوبين من الحليب الدافي، بدنا اياه دافي بس لا بارد ولا ساخن. رح اخلطهم مع بعض كتير منيح. بعدين بهذه الطريقة طبعا فيكم بالخفاقة اليدوية عادي، بغطيها وبترك هذا الخليط لحتى يختمر. على جنب في عندي 3 كوب من الطحين ونصف كوب من الزيت النباتي. حبلش بسهم مع بعض بهي الطريقة لحتى يصير قوامهم مثل الرمل، مثل حبات الرمل بتشوفون هيك. هلا هون ما اخذت معي، يا دوب 10 دقايق كانت صارت الخميرة جاهزة، وشوفوا ما احلاها صارت. بضيف كل المكونات على بعضها وبلش بعجنة كمان، حتى عجنة ما بياخد وقت وما بدها عجن كتير. حتى متى ما تشكلت عندكم بصير عنا اخر شي عجينة كتير طرية وناعمة. هلا رح احط على الزبدية زيت، وعلى العجينة كمان رح اغلفها بالزيت وبغطيها وبتركها لحتى تختمر. حتى اختمار ما بتاخد وقت طويل، لانه بالاساس عنا نحن فعلنا الخميرة، فيا دوب ربع ساعة كانت صارت جاهزة. حضرت الحشوات اللي بدي احشيها. انا بحب احشيها دائما بالجبنة باللحمة، وكمان سويت كم قرص بيتزا. طبعا بتصلح معكم لكل انواع المعجنات الظريفة، العجينة بشكل ما بتتخيلوا. هلا هون السمبوسك حبلش لفها بهي الطريقة. بحط اول شي الحشوة، طبعا هي حشوة لحمة عادية، يعني انا مقليتها مع بصل وحاطت لها بهارات. بطبق العجينة هيك مثل ما يكون شايفين وبلش لفها بهي الطريقة. بتاخد شكل آخر شي كتير حلو، وهيك بتطلع قطنية غير شكل عن جد. طبعا ما بدهنا بأي شيء، بدخلها بشوية بفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 200. كمان ما بتاخد وقت بالفرن، بتكون ضل عينكم عليها لأنه فورا بتصير. اللي بجبنة أنا استخدمت هون جبنة قشقوان وجبنة قريش، وحطيت لهم حبة صودا. ومشان علمهم آخر شي حطيت هيك خليط من الطحين والمي لحتى صار عندي هيك مثل بيلزق، يعني الخليط حطيته على وجه السمبوسك وحطيت له الحبة السوداء. بعد ما بيطلعوا طبعا الصواني لازم غطيهم شي دقيقتين وبس هيك. بروح لتحضير البيتزا. قطع البيتزا بساويهم، بفردهم وبقطعهم بساويهم بهي الطريقة، بقرصهم تقريص مشان اخد شكل مثل الشمس. كتير حلوة هي التقريصة للبيتزا. صوص البيتزا انا مشاركتكم طريقته من قبل، بتلاقوه عندي بالحساب. حضيف اول شي الصوص، بعدين الجبنة الموتزاريلا، وطبعا بتحطوا انتو الحشوات اللي بتحبوها. نحن بنحبها بالخضار البيتزا اكتر شي. فضفت بس شوية ذرة وفليفلة وهيك كانت عندي جاهزة. شوفوا هاللون شو حلو من دون خليط تحمير ولا شي، بياخدوا هاللون اللي بياخد العقل. بتمنى تجربوا العجينة وتعجبكم، والف صحة وهنا على إلكم إذا جربتوها.